عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأفضل حال دايما. معاكم هوايدا من قناة اشطر ستات بأقل الامكانيات. انا النهاردة هعمل معاكم الخلطة بتاعتي اللي انا بستخدمها في الشوربة مع بعض التعديلات، يعني لشوربة اي حاجة. يعني لو ما اكون بسلق اي حاجة، بسلق مثلا مخ، كوارع، ولو اني ما بحبش الكوارع وتقريبا ما عملتهاش خالص من ساعه ما اتجوزت، وزوجي كمان ما بيحبهاش، بس يعني الخلطه دي بتنفع لاي حاجه فيها زفاره جامده. بصراحه جميله. هي عباره عن ايه؟ في مكون انتوا هتستغربوا منه شويه، بس صدقوني بيدي ريحه وطعم ولون للشوربه مختلف ومميز عن اي حد تاني. هي عباره عن ورق لورا، او خلينا نمشيها ازاي. انا ماشيه كده عشان عايزه المكون بتاعي يبقى اخر حاجه. طبعا انتوا عارفين ان هو ده، اكيد في ناس كتير عرفته، بس اللي خلاني اعمل الفيديو ده انا كنت فاكراه حاجه عاديه، ولكن اللي خلاني اعمل الفيديو ده لان انا كنت بحضر الخلطه دي قدام حد وسالني عليه وقال لي ايه ده معقول، فقلت لازم اشارككم بيها. الخلطه هي عباره عن بتاع ده فلفل اسود حصى، وجنزبيل، ولو عندك جنزبيل فريش يا ريت، شويه كمون، وشويه مستكه. دي مستكه اللي ما يعرفهاش، هي عباره عن حب كده، بس ده اللي كان في الاخر فمهروس منه شويه. ماشي. هي المستكه غاليه شويه، وهي انواع في منها كتير تقليد، بس يعني بنحاول نجيب اللي على قدنا. وكمان في قرنفل معروف، او اسمه بيسموه مسبار او مسمار حاجه كده يعني، وحبهان، وليمونه اللي هي الليمون الناشف ده، وانا كمان بعمله في البيت، وكمان ورق اللورا، والمكون الجميل وقلنا عواد قرفه. والمكون الجديد بتاعي هو عباره عن ورد مجفف من عند العطار اهو. ده ورد عادي مجفف من عند العطار، انتي هتقولي له عايزه ورد مجفف للشوربه هيديكي. وهو بتاخدي بقى، انا بجيب دايما اتمان، بجيبها حصى وانا بطحنها، بس ده كان عندي مطحون الاتنين دول. ده طبعا هو اصلا بيجاب مطحون مش فريش، وده انا اللي طحناه. ماشي. المهم انا هجيب ال بتاعت التوابل بتاعتي، وهبتدي انزل فيها بكل المكونات دي اهو. هطحنها كويس جدا. ماشي. خدوا بالكم ما تزودوش من القرنفل، لان القرنفل طعمه نفاذ جدا، يعني حته صغيره منه هو والحبهان طعمه بيبقى نفاذ فعلا جدا. وبرده ما كتروش من المستكه، عشان خاطر المستكه بتمرر. ماشي. طبعا الفلفل الاسود صديق اي شوربه، والورد المجفف، ودول اصلا مطحونين فمش هنحطهم. بعد ما نطحن الباقي هنحطهم عليه، ونحط حبة المستكة اللي فاضلين. طيب هما دول كده بس. ماشي. وانا هطحنهم وهرجع تاني هقول لكم هعمل ايه. اهي يا حبايبي بعد ما اتطحنت اهي زي ما انتوا شايفين كده، بجد يعني ريحتها جميله جدا. انا مش عارفه ليه بحب ريحه خلطه التوابل دي. انا دلوقتي هحط عليها شويه الجنزبيل، وشويه صغيرين من الكمون. ماشي. هنا انا هحط كمان اللي حابب يضيف بهارات لحمه بيضيف، حابب يضيف بهارات فراخ بيضيف، لكن انا زي ما قلت لكم انا بعمل الخلطه دي عشان خاطر يعني اي شوربات انا بعملها بضيف فيها الحاجات اللي انا بقول لكم عليها دي. بس انا دلوقتي هضيف مكون تاني انا برضو بستخدمه، وهو عزز بيه النكهه، وهي بهارات الجرام مصالة. بهارات الجرام مصالة دي انتي بتجيبيها، هي بهارات هندي، بتجيبيها من عند العطار. هتضيف يعني في مقدار معلقه صغيره كده. ماشي. يعني معلقه صغيره بتاعت التوابل الممسوحه دي اهو. دي الكميه دي هتقعد عندي فتره كبيره قوي. خلاص انا كده لما هاجي
هسلق اي لحمه، هاخد او اي شوربه هعملها، هاخد المعلقه دي على نص عود قرفه او عود كامل قرفه، ولو حابه احط عليها كمان نص ليمونه برضو بتدي طعم. طبعا دي بتنفع جدا مع الفتات، بيبقى يعني طعمها رائع. ماشي، بجد هتدعولي وجربوا الورد ده. حتى لو انتوا مثلا بتعملوا خلطة بهارات للشوربة انتوا حابينها ومش حابين تغيروها، طب جربوا معاها مكون الورد ده، هيعجبكم جدا وهيدي طعم ولون للشوربة. و اي حد هيدوق الشوربة كده هيبقى عايز يعرف انتوا حاطين فيها ايه، فيها طعم مميز جميل كده اهو. خلاص كده، خلاص هي دي كده بقت دي بتاعت الشوربه بتاعتي. انا بلزق عليها بس انا ببقى حافظه، يعني ست البيت بتبقى عارفه الاماكن اللي هي بتبقى حاطه فيها كل حاجه، فبتبقى عارفه ده مكون ايه وده مكون ايه وده مكون ايه. المهم دي نكتب عليها بقى بهارات الشوربه. وممكن لو انتوا حابين ما تحطوش اعواد، حابين تطحنوها معاها، حابين تحطوا قرفه مطحونه معاها على طول، ده حاجه بتاعتكم. ولو حابين برضو تطحنوا ده وتحطوه معاه برضو حاجه بتاعتكم، بس انا ساعات ما بفضلش الليمون في كل الشوربات يعني، لكن القرفه لازم تتحط. بس انا دي خلطتي انا، يا رب تعجبكم وان شاء الله لو جربتوها هتدعوا لي. ويا ريت تعملوا لي شير للفيديوهات بتاعتي على اكبر نطاق تقدروا تعملوه. وجزاكم الله خير عني، ويا رب ما اكونش ضيفه غلسه عليكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.